هلو هلو، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده وصفتنا سهله وبسيطه وسريعه وجميله وللناس اللي مستعجلين زي حالتي. النهارده هنعمل صينيه بطاطس بالفراخ ورز مبهر. اول حاجه هنزل كده في بوله بعلبتين كده زبادي وتقريبا باكت صلصه، طبعا على حسب كمية الفراخ اللي عندك، وشوية توابل ركزوا فيها. هننزل ببابريكا وكاري ومكعبين مرق، شوية كمون، شوية فلفل اسود وملح وحبهان مطحون وبهارات فراخ او بهارات مشكلة. وبعد كده عندي تقريبا نص راس توم برضو فرماها ونازلة بيها على الحاجات اللي عندي، وبالظبط كوباية من الزيت، ايوه زيت ذرة او زيت عباد شمس زي ما انت عايزه، حتى لو زيت زيتون مش هيقول لا، بس انا هنا استخدمت الزيت ذرة. هعمل كل ده ميكس مع بعضه، وبعد ما ينعم كده ويتجانس معايا هاخد منه الاول كده معلقتين 3 هحطهم على البايركس اللي انا مقطعه فيه قطع الفراخ وفلفل الوان وبصل، علشان هحتاج ان انا نفس التتبيله اللي هتبل بيها الفراخ اكون عامله منها ميكس مع البطاطس يديها طعم ونكهه. هنا عندي الفراخ بتاعتي، انا كان عندي فرختين قطعتهم كل ربع كده القطعتين، والصدر ال3. شققت كده الفراخ طبعا بعد ما غسلتها ونقعتها في منقوع محلول النقع بتاعها وبقت نضيفه زي الفل، وهبدأ اعملها ميكس مع التتبيلة دي. طبعا انا عشان مستعجلة وما عنديش وقت تبلتها وبدأت اعمل الاكل على طول. انتوا لو عندكم وقت ان انتوا تتبلوها وتسيبوها ساعتين 3 او من بالليل براحتكم. هنا نفس ما عملت الميكس في الفراخ هعمله برضو في البطاطس والبصل والفلفل الالوان. طبعا لو عايزه تحطي بطاطس بس براحتك، بس الفلفل والبصل بيدوا كده طعم جميل وبتنزل كده العصارات بتاعتهم في جوز البطاطس، بتبقى كده الصينيه كلها ايه متداخله ومتناغمه مع بعضها. هنزل دلوقتي بقطع الفراخ فوق البطاطس بتاعتي، ارصها بطريقه جميله كده وحلوه، وعلى طول اكون مسخنه الفرن بتاعي على درجه حراره 200 على الرف اللي تحت، وادخلها الفرن تستوي وهتشوفوها بعد ما تخلص. دلوقتي هندخل على الرز. في حله هننزل بتقريبا كوبايه الا ربع زيت، وعندي 3-4 بصلات فرمتهم ناعم طبعا، هنزل عليهم برشه الملح زي ما اتعلمنا. البصل كده يدبل معايا تمام. هكون بشرة عندي 4 طماطميات، 4 حبات من الطماطم، هكون بشراها مش ضرباها في الخلاط او البلندر عشان انا مش عايزه القشر بتاع الطماطم. هعملهم كده ميكس مع البصل لغايه ما تدبل كده وتبدا تتقل معايا، وهكون محضره عندي شويه توابل للرز. ده رز مبهر، هحط عندي كزبره وكاري وزنجبيل باودر وتوم باودر وملح وشويه قرفه ناعمه، ونعمل ميكس الحاجات دي كلها، وننزل عليهم بالرز. ده رز بسمتي 3 أو 4 كوبايات على حسب الكمية اللي انت هتعمليها. طبعا لازم اغلفه كويس قوي بالبصل وبالطماطم وبالتوابل اللي عندي لغاية ما كل رزاية تحسي كده ان هي اخدت اللون واخدت التتبيلة. وبعد كده طبعا هنزل بالمية السخنة اللي احنا عارفينها زي كل مرة، بس انا المرة دي يا دوب هغطي كده بس وش الرز شوية، والرز ده انا ما كنتش نقعاه، بس طبعا نصيحة مني لا انقعي رز البسمتي بيديكي نتيجة افضل وبيستوي اسرع، لكن انا النهاردة ما كنتش نقعاه وكنت مستعجلة جدا فاخد مني وقت بصراحة في التسوية. فنصيحة يعني اي رز بسمتي عندك حتى لو قالك مش لازم يتنقع، لا انتي انقعيه حتى لو نص ساعة في شوية مية سخنة وملح وشوية خل. هنا انا نزلت بالملح بتاعي، ظبطت الملح. هنا لاحظوا اول ما الرز بدأ يعمل كده الفوانيس دي، المية لسه ما اتشربتش كلها، نزلت بجزرتين مبشورين، هقلبه كده تقلبتين واوطي عليه النار واقول له مع السلامة لحد ما يستوي. خلاص انا هنا كده عملت الميكس وظبطت الملح وكل حاجة،
وهنبدأ نشوف صينية الفراخ بتاعتنا اللي سبناها تقريبا ساعتين في الفرن اخبارها ايه. تمام، الرز كده خلاص، انا بس بكمره عشان خاطر البخار بتاعه يبقى جواه ويستوي. هنا صينية الفراخ كانت خلاص زي الفل، شايفين لونها، شايفينها بتبقبق ازاي، لسه طالعه من الفرن حالا. طبعا كانت مقرمشه وطعمها حلو قوي، والتتبيله دخلت في كل حته. شايفين الرز ما شاء الله استوى، لونه جميل جدا وطعمه كان حلو قوي. التوابل بتاعته كانت جميله جدا. اكله خفيفه وسريعه وسهله، مش هتاخد منك وقت. اتمنى تعمليها وتجربيها وتقولي لي رايك. شوفوا هنا انا اخدت قطعه من الصدر، شايفين العصارات بتاعه الفراخ مع صوص بتاع البطاطس اللي نزل من البصل ومن الفلفل. انا هنا مش حاطه معاها اي ميه خالص، كل دوت مرقه الفراخ لما استوت هي اللي عملت العصارات دي. ناخد كمان كده معلقه فيها كده شويه بصل، بيدي طعم مسكر كده جميل جدا مع الرز. ايوه، والفلفل الالوان كانت بصراحه يامي يامي. شوفوا هنا مستوي ازاي الخضار، بطاطس هنا مهريه على الاخر، كانت حلوه جدا. وكمان الفراخ كانت مستويه. انا جايبه لكم قطعه من الصدر، يعني الصدر المفروض بياخد وقت في السوا، كان مهدي جدا وجميل. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم. لايك وشير لو عجبكم الفيديو، واعملوا لي فولو على صفحتي على الفيسبوك وعلى التيك توك. ويا رب ما ننساش ابدا ندعي لكل اخواتنا في فلسطين وفي السودان، ربنا يثبتهم ويأجرهم. اشوفكم على خير، هتوحشوني. باي باي.